وفي جملة لأحد الصالحين بيقول فيها: لقد كبدت قيام الليل 20 سنة ثم صفى لي 20 سنة. يعني هو قعد 20 سنة كاملة بيجاهد نفسه وبيعاني علشان يخلي قيام الليل عادة سهلة، وبعدها 20 سنة بقت نفسه متقبلها وبيعملها بحب. وطبعا احنا مش بنقول ان كل عادة جديدة محتاجة 20 سنة عشان نبنيها، دي حالة فردية، ويمكن قصده انه وصل فيها للإخلاص أو درجة معينة من الصفاء. لكن الشاهد هنا ان بناء العادات مش امر بسيط، ومش بيجي الا بوجود العزيمه والمجاهده والصبر. ولو بصيت على اي انسان ناجح سواء رياضي او فنان او اديب او رجل اعمال، هتلاقي ان وراه قصه طويله من المعاناه والجهد علشان يبني عاده ايجابيه او يتخلص من عاده سلبيه. لكن العامل المشترك بينهم كلهم انهم بيبذلوا مجهود ضخم جدا لحد ما بيوصلوا. ومن اكتر الاقوال الحكيمه اللي بتلخص الموضوع ده: انما الصبر بالتصبر. يعني ايه؟ يعني مش هتتعلم الصبر غير لما تجبر نفسك عليه وتبالغ في جهدك وتتعمد انك تصبر رغم ان البداية صعبة. ومع الوقت هتلاقي نفسك اتعودت وألفت العادة الجديدة الكويسة وسبت القديمة الوحشة، وساعتها هتكون أسست حياة مختلفة، حياة بتقربك من أهدافك بخطوات ثابتة وصحيحة. قول لي بقى، انت شايف ان قوة الإرادة محدودة ولا لا نهائية؟ اكتب لي في التعليقات، واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.